استغرب من اللي يجي يسالني انت ليش مشهور؟ فاشينيستا. انت ايش شايف؟ بالله بصير فاشينيستا بالزرافه هذه؟ الموضوع انترتينمنت وكوميدي، اختر بينهم، وميوزك فيديوز. انا والله من وصلت من المطار وانا تعبان، مو تعبان لانه بس ابغى انسدح، لا حد يكلمني، خلوني وبلعب فيفا هناك دق دودي. جميل انه يكون عندك بلاي ستيشن في الفندق، بس السيء انه يكون خصمك طارق الحربي. قاعد يتكلم عن الانفلونسرز الحقيقيين والمشهور، واحمد النشيط يشوف انه في فرق بين الانفلونسر والمشهور. بمعنى هو بوجهة نظره يقول انه في ناس ممكن يكون مشهور وفي ناس ممكن يكونوا مؤثرين. اشوف يعني البركة في الجميع، البركة في الكل والله. اكثر الناس اللي انا احبهم يعني اتابعهم في السوشيال ميديا في والله في كثير اسماء. شكرا. احب اتابع احمد النشيط، عبد الله السبع، زيد السويدة، عزوز عواد، طبعا شباب الاكياس كلهم. قمت طاطا يعني عشانهم اصحابي، اشوف وينهم، ايش السالفه، ايش قاعدين يسوون. في ناس معينين اتابعهم انتم ما تعرفونهم، والله مو معروفين. اتابع ابو حمدان، مثل مين؟ اتابع تشندي، عمان، اتابع مين كمان؟ هذه ما نقدر نقول نتابعها، ما فيها شيء عادي. لا قلناها في اتابع امي. شكرا. عفوا. امي عندها سناب شات طالع فين زي كذا، احلى تصوير لما يكون عندها مناوبه. انا امي ما تصور بس تتابع. شوفوا عشان اخلق روح حماس، احمد النشيط راح العب معاه 10 مباريات، بشوف كم يفوز. سلام يا هوي. السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم في كيس سبورت راح نلعب 5 تمارين، بين تمارين مقاومة وكارديو لكافة أجزاء الجسم. كل تمرين من هالتمارين نقدر نلعبها لمدة 40 ثانية متبوع ب20 ثانية راحة، بعدين نبدأ التمرين اللي بعده. كامل التمرين 5 دقائق، ممكن نكرره حسب قدرتنا واللياقة. عرض إلومينيت في جامعة الأميرة نورة في قاعة المؤتمرات اللي قلت لكم عنه. هذا جزء من العرض. تنباع كمان تذاكر في منش بيكري، حطيت لكم اللينك في تويتر. تيكت ماستر. حياكم الله. حياكم الله اكيد مشاهدينا عبر شاشاتكم قناه الشعب كيس تي في. معنا زيد سويدة عبر سناب وسناب طارق الحربي. راح اقول لكم قصه قارئة الفنجان لعبد الحليم حافظ. طبعا اغنيه قارئة الفنجان للشاعر نزار قباني وغناء عبد الحليم حافظ من اجمل الاغاني اللي غناها عبد الحليم. الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك. طبعا في البداية اتصل عبد الحليم حافظ على نزار قباني واتفق معه انه يغيرون بعض من كلمات الاغنية، وهنا كان الغريبة في الموضوع. ملحن الاغنية محمد الموجي هو اللي غير البيت يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب الى يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. عدد المكالمات الصوتية بين عبد الحليم حافظ ونزار قباني علشان هالأغنية 38 مكالمة صوتية، تتراوح المكالمة من ساعة إلى ساعة ونص.
محمد الموجي اللي لحن الأغنية هذه من قوة الأغنية من كثر ما هي صعبة لحنها على 6 أشرطة كاسيت. انتم مستوعبين على الجزء الأول بس من الأغنية تمرنوا على فترتين في الظهر وفي الليل، تقريبا عدد تمارينهم بلغ 18 تمرين على الأغنية. طبعا بداية الأغنية تقريبا 43 دقيقة، بس بدايتها الموسيقى تحس انك قاعد تشوف فيلم مو بأغنية. ركزوا واسمعوها. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، قالت يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو المكتوب. باختصار جزء مجزأ من قصة أغنية قارئة الفنجال القوية لعبد الحليم حافظ وشاعرها نزار قباني. بهالتقرير بعلمكم انه مو بكل شيء زين، الرجل الوسيم او الفتاة الجميلة ترى مو بكل شيء، بعضهم مجرمين للأسف. عام 2014 اكتسبت جيريمي ميكس شهرة عالمية بسبب وسامته بعدما نشرت الشرطة صورته على بتهمة إرهاب المواطنين في الشوارع وحيازة الأسلحة غير المرخص بها والانتماء إلى عصابة خطيرة. يا كل الزين وكثر اللي يبونه. ولم تدري شرطة كاليفورنيا أنها وبنشر صورة لمجرم قبضت عليه ستكون قد حققت له شهرة عالمية، فقد أعجب الفتيات بملامح وجه المتهم وعيونه الزرقاء وبدأوا بنشر صورته، والأغرب أنه تم استعمال صورته كعارض أزياء على إعلانات أشهر شركات مثل دولتشي أند جابانا وبوس وكالفين كلاين عبر برنامج الفوتوشوب، كما عرضت عليه بعض شركات الموضة والأزياء العمل كعارض للأزياء بعد خروجه، وذلك العرض مصحوب بإهداء البذلة التي سوف يرتديها في جلسة محاكمته. وفعلا هذا الشخص يعني صوره فجأة كذا بب انتشرت. عموما جايكم يا زقرت، جايكم. جمال لويزيانا التي جردت من لقبها كملكة جمال المراهقات عام 2008، حيث تم القبض عليها وبحوزتها كمية من الحشيش تكفي للإتجار وليس التعاطي فقط. اي خلاص مو كل ما ابدا بكتب موديل 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 موديل. شوف هذه نهايتهم، الله يكفينا الشر بس ويبعد عننا الموديل. تاريخ كوكب من قديم الزمان. الصورة هذه عام 1890 عصمة الدولة ابنة الشاه ناصر الدين شاه قاجار ملك إيران. هذه بنت مش ولد. أول ظهور للنظارة الشمسية لدى شعب الإسكيمو، كانت النظارة تصنع من العاج مع شقوق صغيرة، اخترعوا النظارة للوقاية من العمى الثلجي. هذه الصورة عام 1938 من اليمين ماكس أول رئيس لأرامكو، وفتح مجال التوظيف للسعوديين في شركة سبيشال جرين وينغهام. وبس والله خلصت تغطيتي معاكم أكيد في كيس تي في، راح ننتقل إن شاء الله لباقي زملائنا عبر الأكياس. زيد سويدة يقول لكم فمان الله. احمد النشيط مرشح انه يكون ياخذ جائزة افضل حسابات سوشيال ميديا يوتيوب وانستغرام في البحرين. صوتوا له وشوفوا عندي في تويتر. مرشحين حق جائزتين، جائزة افضل يوتيوبر في البحرين وافضل انستغرام. علشان تصوتون لازم كل واحد يصوت بايميل واحد. يلا